مستحيل الحاجة اللي هنعملها في الفيديو النهاردة. يا باشا هجمع جميع اللاعبين اللي ارتدوا قميص رقم 7 عبر التاريخ كله، وهنخش نلعب بيهم ماتش اونلاين ضد ناس حقيقية. والتحدي الاكبر اللي هيكون قصادنا ان معظم لاعبين رقم 7 بيكونوا في الهجوم. ازاي هنعرف نكمل بيهم تشكيلة كاملة؟ والتحدي اللي احنا عملناه وصنعناه لنفسينا اللي احنا هنخلي كريستيانو رونالدو حارس مرمى، وهنشوف هل هو هيبقى اسطورة في حراسة المرمى زي ما هو اسطورة في راس الحربة ولا لا. كل ده هنشوفه في فيديو النهارده. اهلا بيكم، معكم عبد الرحمن شاذلي، فيديو جديد، فيديو اسطوري. يلا بينا يا باشا نخش على الخطه ونشوف من غير اي كلام كتير. نخش نشوف الخطه بتاعتنا. في راس الحربه يا باشا عندنا امبابي يا باشا، ارتدى رقم 7 في يوم من الايام، فيستحق ان احنا نحط راس حربه معانا. فينيسيوس جونيور يا باشا كان بيرتدي رقم 7 فحطيناه معانا على الشمال. حتى سون برضه لبس رقم 7 فحطيناه على اليمين عشان فينيسيوس يقعد على الشمال. دي ماريا لبس برضه رقم 7 مع المنتخب، مع فريق من الفرق، بس هو كان بيلبس رقم 7 برضه. انجولو كانتي برضه كان بيلبس رقم 7 في يوم من الايام. وحتى بيل جريني برضه ما نسيناهوش وحطيناه يا باشا في التشكيله بتاعت النهارده. على الشمال حطينا عمر مرموش، طبعا بيلبس رقم 7، ما حدش يقدر يتكلم في الموضوع ده، وبرضه ابن بلدنا وبرضه يستفيد بالتشكيله الاسطوريه دي. وعلى اليمين برضه حطينا عثمان ديمبلي لانه كان بيلبس رقم 7. وبقى قلب الدفاع هو بقى ايه، هو المصيبه كلها. حطينا اليكسيس وحطينا يا باشا كافاني. وفي حراسه المرمى الاسطوره المسطره العالمي، الاسطوره العظمى، فاهم انت، كريستيانو رونالدو طبعا. عشان ايه؟ فاهم انت، بتوع كريستيانو، بتاع كريستيانو عمك ومش لا، اسطوره من اساطير اللعبه. ايوه، عشان مش عايزين تهديدات تحت كده، ايوه مش عايزين الحوارات دي كلها. فدي يا باشا التشكيله اللي طلعنا بيها النهارده. يلا بينا نخش ونشوف مين اللي داعي عليه، اللي داعي عليه النهارده، اللي هيخسر من التشكيله دي. انا مش عارف يعني ازاي هيخسر من التشكيله دي، بس ان شاء الله اقول يعني يا رب نفوز بيها يعني. ويا جماعه قبل ما نروح، عملت لايك، عملت اشتراك؟ يا عم روح اعمل لايك واشتراك، والله دافع دم قلبي وتعبان ولفيت الدنيا عشان اجيب اللعيبه دي وبحث، وفاهم انت، لا كان شغل عال عشان اوصل لك بالفرقه دي. فلايكها كده جميل، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اهلا وسهلا. انا متخيل شكل الواد دلوقتي بيبص، يا عم ماله ده، يا عم ده في حاجه في دماغه ولا ايه اللي حاطط لي كريستيانو؟ ماله ده؟ انا عارف انا دلوقتي ابص عنده ايرور، حتى ما داس استعداد لحد دلوقتي لسه بيستوعب اللي هيلعبه ده. بس فاهم انت، يعني فرصه جت له من السما اللي هو يعلي الرانك بتاعه. واحنا اصلا فاهم انت مش محتاجين الخسارات في الرانكات. انتوا عارفين السلسله اللي عاملينها في الديفيجن، يعني اللي احنا بنحاول نوصل ديفيجن 1. لو ما اتفرجتش عليها برضو السلسله تحت ان شاء الله، برضو في حلقه نازله فيها ايه، يعني خلاص قربنا خالص للديفيجن. مش هظهر لكم طبعا وصلت لحد فين دلوقتي في فيديو ان شاء الله تعرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. او طبعا اول حاجه ما حدش يضحك، يعني فاهم انت، اللي بيضحك يعني ده ايه، فاهم انت، هزنقك لو شفتك بتضحك. يعني في لعيبه فاهم انت ممكن تساعدنا، دي ماريا والنبي، دي ماريا انا رجعتك من موت، ما تندمنيش. الله ينور، دي ماريا. فينيسيوس جونيور يودي مبابي الناحيه الثانيه، والله مبابي عدى وحط الجون. فريق رقم 7 داخل بقوه وعايز يجيب السباعيه النهارده يا باشا. شوف مبابي، لا وريني يا باشا. فريق رقم 7 بيحتفل، لا وريني واحده يا اخي. جيب كريستيانو يا اخي من حارس المرمى يا اخي، والله صعبان عليا يا اخي. يلا عشان عدى له المره دي. حلو والله العظيم. كافاني ده يعني فاهم انت مدافع، لا مدافع يجي منه. سون بقى انت مش في مكانك، بس يعني اعمل اللي عليك، يعني كريستيانو، الحقنا كريستيانو، يا كريستيانو بتعمل ايه والله يا كريستيانو؟ يعني انا مش عارف، انا يعني بديها لك في نفس الزاويه يا كريستيانو، يعني مش عارف انا والله. كريستيانو ابتدى، لا كده هزعل منك يا كريستيانو، يعني ما ينفعش والله. عمر مرموش لفينيسيوس جونيور ما يسيطرش عليها، لكن ترجع له تاني يا باشا يعني على ابو نحسك يا مبابي. يعني انا مش عارف النحس ده جايبه من فين. يا سلام عليك، لو يلحقها سنه يلعب عرضيه معديه ال100 مستويه، هنروح الركنيه على طول. شفت انت ده شعري ده فاهم انت، ده لا يعني فاهم انت، لا يعني حط لي الشوالي على جنب كده عشان احنا داخلين بقوه في العالم هذا. فايوه يا سلام، لا مش سلام، رجع الكلمه. تمام، حلوه سون، حلوه. العب تاني دي ماريا، حط بقى مبابي، الله يخرب بيتك يا مبابي. فينيسيوس رجع تاني، لكن انا مش عارف اللي بيحصل. فريق ال7 شكله تهبل، يعني فاهم انت. انا لحد دلوقتي انا حاسس اللي بيضد ده مش مستوعب، ولا فاهم انت، لا عشان فاهم بقى في رانك قوي اللي ما يعرفش. يعني انا اخر مره وصلنا الرانك حلو فاهم، فاللي ضد ده مش هين خالص فاهم. فايه يا ولد يا انجلو كانتي، الحمد لله فاهم انت، اللي هو شالها من لان كريستيانو اصلا لو جات له الكوره كان هيسيبها اساسا. انت عارف كريستيانو يعني لحد دلوقتي عنده نرجسيه، ازاي تحط جون وكده، لا عندنا فاهم انت، جون على طول.
ربنا يستر والله العظيم يا كافاني، يعني فاهم انت؟ لا، ثانية والله العظيم، ثانية. ايوه، هجمة مرتدة بقى، هجمة مرتدة. روح بقى يا فينيسيوس، روح جيب بقى يمين واحدة بقى، ودي بقى. الله يخرب بيت دماغك. ايه الدنيا، انا بضيع فرص هندم عليها والله، هاجي اخسر في الاخر وهضيع الرانك بايدي بسبب الهبل اللي انا بعمله ده والله العظيم. بس يلا عشانكم بس والله، عشان تعرفوا بس ان انا بضحي بحاجات عشان ايه؟ عشان انتوا الاستمتاع والمتعة العامة. جون. انا ما خلاص انت يعني ما ترجع يا حاج مرموش خلاص كده، فاهم انت؟ لا يعني قال لك الماتش انتهى بالنسبه لي، والماتش انتهى بالنسبه لنا برضه كلنا برضه، يعني كريستيانو فاهم مود النهارده، فاهم انت؟ لا كريستيانو النهارده ايه، انا الماتش خلص، انا شكلي مش هلعب بالفريق ده تاني اساسا. عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي. يعني فاهم انت؟ انا قلبي طيب والله، قلت اديهم فرصه تاني برضه، انت عارف لا ما رضيتش اطلع كده على طول، قلت ممكن يعني كان عندهم لسه ما تعودوش على برضه، فاهم انت؟ لسه، مع انه التفكير المفروض يكون يعني فاهم ما هو التفكير المفروض واحد، اللعيبه كلها 7 يعني، المفروض يكون التفكير يكون كله ايه؟ كله بطاطس، كله بطاطس. كريستيانو انقذنا يا كريستيانو، انت منقذ. لا مش عايز ستات بقى الماتش ده، مش عايز سبعات، مش عايز اي حاجه، الكلام ده قله الادب دي. يا محمد صلاح. ارجع. الحمد لله عدت على خير يا كريستيانو، والله العظيم انت ايه، الواحد بيخاف منك اقسم بالله، فاهم انت؟ لا انت ما تتلامش برضه، بس تتلام. ايوه كريس. اوعى، لا كريس، لا وانت وحارس برضه بتعمل الحركات دي، انت لسه فيك العاده دي يا اخي. انا اصلا عارفه من بدري، هو في الحوارات دي، يقول لي يا عبد الرحمن والله ما اقدرش اعيش غير وانا ايه، لازم ارقص لي، فاهم؟ لازم ارقص لي رقصتين كده. يا كريس، يا سن بقى لو ايه، بقى خلاص بقى، كنسل الشغل شطه بالدين. خلاص بقى، ايه الدنيا معاكم ولا ايه الاخبار ولا لا. الحمد لله عدت على خير يا كريستيانو، هدي اعصابك خلاص. صلاح انت والله لو كنت رقم 7 كنت جبتك يا صاحبي، ما تزعلش يعني. ايوه يا كريس، شفت صدها ازاي؟ لا تسقيفه دلوقتي. ايوه لا كريستيانو احلى تسقيفه دلوقتي، الراجل صد بص فرح ازاي. لا اوعى منه يا عم، اوعى منه ده، عشان ده باشا البلد، ده باشا البلد وممكن يزعلنا كلنا. بص بيقول له امسك الحته دي، اسمع كلامه. حلوه دي غلطه، دي حلوه، الغلطات دي حلوه، بحب انا الكلام ده، بحب مبابي بيحب الكلام ده. لا يا مبابي انت لسه فيك العاده دي يا مبابي، حط ايوه كده يا مبابي. حلوه دي والله حلوه. وحشه، غيرت رايي يا عم، خلاص بقى ما كملتش. لا بس ارجع، بس اسمع الكلام، انت مالكش دعوه انت يا عم، امسك يا عم اللي بيجري ده يا عم، لا يصدق ويجيب جون. صدق شفت، الحمد لله الحقيقه، لان كريستيانو اصلا ما كانش هيبصها. انت عرفتوا كريستيانو خلاص حفظتوه، هو بيسيبها كده قاعد ما جاتش يا عم، دي حاجه من عند ربنا يعني، فاهم؟ مش بيحسبها الراي. بص ايه ده، والله افتكرت جون بيستهون بكريستيانو، بيشوتها له، زمن جه ويستهو، يعني يستهزأ بيه كده. لا والله زعلان يا كريستيانو، والله انا لو منك انزل دلوقتي راس حربة واوريهم اعمل فيهم ايه. وصل الكرة لكريستيانو، طبعا هو سمع الكلام، بس انا تقول لي عبد الرحمن هو لحق، هو غير الهدوم وقلت له انزل بقى اللي بيستهونوا بيك ده وريني. ما عملش على كنسل ده عشان السن ده مش عاجبه الموضوع اصلا، مش متحمس للفكرة. سلام عليك يا راي يا كريستيانو. يا اخي والله كنت هتظبط الحبكة الدرامية يا اخي، كريستيانو ينزل من الحراسة على راس الحربة يجيب جون، فاهم انت؟ لا دي هتبقى في الجون يا اخي، فاهم انت؟ لا كانت هتبقى حلوه. ماتش خلص 2-1، خسرنا ماتشين، اعمل لهم ايه؟ فريق معوق، اعمل له ايه؟ عملت اللي عليا الصراحه، لعبت كريستيانو يا باشا نزلته اخر كام دقيقه، ما عملش حاجه، بس عملنا اداء حلو. طبعا دي كانت فكره النهارده، لعبنا بيهم اللعيبه كلها من فريق رقم 7. استمتعنا النهارده بالحلقه دي، ضحكنا شويه وبس. دي كانت حلقتنا لحد هنا، ما تنساش بقى لايكك واشتراك جميل كده، وروق على دنيتك كده، وبص على القناه بصه كده، والفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي والقناه العالميه اللي ظهرت دلوقتي برضه روق عليها برضه. يلا سلام.